نيجي لإن بعض الأحيان ممكن بتحصل ظروف إن إحنا العملية تتأخر. مثلا أنا مدي حضرتك ميعاد الساعة 12، أضطر غصب عني مثلا إن عمليتك تبقى الساعة 2. إما التأخير حصل في يومي، أو لأن مثلا حضرتك العمليات دي بتبقى يعني حاجة ملهاش وقت. يعني أنا ممكن أدخل عملية على أساس إنها هتقعد نص ساعة، لكن تقعد ساعة أو تقعد ساعة ونص. يعني احنا مش بنبقى عارفين البطن دي بيبقى موجود فيها ايه من قبل ما نخشها. فالعمليات يعني هي مش زي برنامج تلفزيوني او زي حاجة لها تايم معين. لكنها يعني احنا بندخل بنشتغل، فنقدر نديك ميعاد تقريبي لميعاد عمليتك. لكن ان الميعاد يكون دقيق جدا. كتير جدا الناس بتقول لي انا عايز اجي من بيتنا ادخل على اوضه عمليات، او عايز الموضوع كله ما يستغرقش اكتر من نص ساعه. الحقيقة الحكاية دي بتكون صعبة جدا وشبه مستحيلة، لأن احنا عمليات بمواعيد. لكن أنا مش بقدر إن أنا أحدد العملية دي هتاخد مني كام دقيقة. يعني هو في الافريج العملية بتاخد تلت ساعة، لكن أنا ما أقدرش أوعدك مثلا خلاص تلت ساعة في قبليك حالة أو اتنين يبقى حضرتك إن شاء الله ميعادك بعد ساعة. ما بتتحسبش كده. الحالة ممكن تقعد ساعة، ممكن تقعد ساعة ونص، وممكن تحصل ظروف، ممكن حاجات كتيرة جدا بتحصل يعني.